تمكنت مباحث شرطة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من ضبط ما يزيد على 164 ألف قرص مخدر ومنشطات بحوزة أحد الأشخاص بهدف الإتجار. كان المتهم ويدعى محمود شكري النادي قد قام بفتح أحد المنافذ لبيع هذه المواد المخدرة وتم ضبطه متلبسا. سبب اعتراض اختك على كده ان انت اشتغلت في الحاجات دي في صيدليه اختك، حصل وعملت لك مشاكل. واختك ست محترمه ما كانش عاجبها اللي بيحصل. رحت انت وراها عملت التكوشه دي كلها، صح ولا انا غلطان؟ وانا ما عملت كده بقى لما هي خسرتني، لغت لي الرخصه. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المقدم أشرف عبد الهادي رئيس مباحث مركز ميت غمر. إذن سيادة المقدم، كما تابعنا في هذا الفيديو تم القبض على المتهم متلبسا، فكيف تسير التحقيقات معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برحب بحضرتك. أهلا بك. هو حضرتك احنا كان ورد لنا معلومات عن نشاط المتهم، ان هو بيمارس في الفتره الاخيره نشاط مؤثم في تجاره العقاقير والاقراص المخدره، باعتبار ان هو كان بيشتغل في صيدليه خاصه بشقيقته دكتوره صيدلانيه، وكان مرخص لها بصيدليه. فلما ابتدى حضرتك ينزل كميات من العقاقير والاقراص المخدره في الصيدليه دون رغبه شقيقته، قامت باختار نقابه الصيادله وتم الغاء الترخيص الخاص بالصيدليه. نظرا للثراء السريع والربح الناتج عن هذه التجاره المحرمه، بعد الغاء ترخيص الصيدليه هذا المتهم ما زال يمارس هذا النشاط، فاستأجر لنفسه مكان مخصص به وجلب كميه كبيره جدا مهربه من الخارج من الاقراص والعقاقير الطبيه الغير المحظور تداولها الا باشراف طبيب. والحمد لله جات لنا معلومه بهذا النشاط، عملنا تحريات حوالين القصه وتاكدنا من المعلومات، وتم تقنين الاجراءات واستصدار اذن من النيابه العامه، وتم مداهمه هذا المكان وبتفتيشه. ربنا وفقنا وربنا كرمنا وقدرنا نضبط كميات كبيره جدا من الاقراص المخدره من انواع الترامادول والتامول والمنشطات الجنسيه. بلغ حصر هذه الكميه باجمالي 164,738 قرص مخدر. حررنا المحضر اللازم بشان الواقعه وتم اختيار النيابه العامه، ولاقت هذه الضبطيه استحسان لدى الاهالي، لان المتهم كان ذاع صيته في ممارسه هذا النشاط المؤثم بصوره مزعجه في الفتره الاخيره. سيادة المقدم أشرف عبد الهادي رئيس مباحث مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، شكرا جزيلا لك.